عم نكتشف أشياء وطنية ما كنا نعرف أنها موجودة. ئەو تەنها چیرۆکنووس و شاعیر و چالاکوانی مەدەنی نییە. بەڵکو کارکتەرێکی دیاری نێو سەدان چیرۆشی پڕتراژی دیایگەلی لوبنانە. نفس الجينات نفس التاريخ إذا بدك. بۆ یەکەم جار دەنجی ناڕازی و خۆپیشاندانی بردە نێو ئەنجومەنی نوێنەرانی لوبنانەوە. أنا مش بس أول امرأة، أول مواطن لبناني بيحكي عن فساد المجلس النيابي داخل مجلس النواب. أقرت موازنات من دون قطع حساب بهذا المجلس النواب. تحت قبة هذا المجلس عطوا النواب ثقة لحكومات غير شرعية. عنوان هذه القصيدة الدكتاتورية: أستعيد ثوراتي في حبك، أطالب بإسقاط الأنظمة، أهدم العروش، أحرق المتاحف، أضرم النار في المكتبات، أشعل حروفك وأسيل دم القصائد. أصير أنا الدكتاتور، وألاحظ أن لا تأنيث لكلمة ديكتاتور، وأن العرب جعلتها كلمة مذكرة والطاغية كرستها. أنا كبرت بالحرب، كان عمري 10 سنين واندلعت الحرب الأهلية. عشنا كل مآسي الحرب، الانفجارات والاغتيالات. بس ولا مرة عرفنا القلق والذل والخوف يلي اليوم الناس عم بيعيشوه بالاقتصاد. اليوم اللبنانيين ما بيقدروا يعيشوا بكرامتهم، لأنه النظام دمر الطبقة الوسطى، ما في بقى شيء اسمه طبقة وسطى. لوبنان با سویسرای ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ناودەبرا، بەڵام ئەوە بوو بەڕابردوو. ئاماری نەتەوەیە گرتووەکان ئاماژە بەوە دەدات کە لە 80% خەڵکی بێبەشن لە مافە سەرەتاییەکانی ژیان. لە ماوەی 24 کاتژمێردا کارەبای نیشتیمانی 1 تا 4 کاتژمێر دەدرێت بە هاوڵاتیان. هەرچی پڕکردنەوەی کاتەکانی دیکە بە مۆلیدە ئەهلیەکان سپێردراوە. ئەوەش مەترسیەکی گەورەی لەسەر ژینگەی لوبنان دروست کردووە. ئێستا لوبنان بە خراپترین دۆخی ئابووریدا تێدەپەڕێت لە مێژووی ئەو وڵاتەدا. ڕێژەی هەڵاوسان گەیشتووەتە لە 281.
مادە خۆراکیەکان لە 550 گرانتر بووە. بەو پێش لوبنان لە ڕیزبەندی یەکەمی وڵاتانی جیهان ئەژمار دەکرێت لە هەڵاوسانی دارایی و گرانبوونی مادە خۆراکیەکان، پاشان زیمبابۆ، دواتر ڤەنزوێلا و تورکیا و ئێران. کەریم حەسەن خێزاندارە و خاوەنی 3 منداڵە، لەگەڵ باوک و براکانی پێکەوە لە ناوچەی ڕەوشە لە ڕۆخی ڕووبارەکە سەرقاڵی ڕاوەماسین. دواتر هەر لەسەر شەقامەکە پاچی دەکەن و دەیفرۆشن. ئەوەی کەریم باسی دەکات مەترسیدارە. هەر ڕۆژێک کاریان نەبێ ئەوە خواردنی ئەو ڕۆژەیان دەست ناکەوێت. نحن يوميتنا على لبناني 200 250 300 ألف لبناني، يعني دولار 5 دولار 6 دولار. نحن بنقول الحمد لله 5 دولار 6 دولار نعمة. أيام زمان كان دولار 1005 كنا نبيع ب 300 ألف، كنا نقول أوه عملنا غلة. هلا إذا بتشتغل ب 300 ألف ما بيكفوا للبيت، يوم الله بيرزقنا بناكل، يوم الله ما بيرزقنا ما بناكل. الطبخة ب 300 ألف، الطبخة ب 300 ألف الأكل. بس نحن بنشتغل مشان لا نسرق ولا نعمل شغلات ما لنا ولا نبيع مخدرات ولا نخالف الدولة، نحن بنشتغل بالحلال. لە ساڵی 2019ەوە تا ئێستا لیرەی لوبنانی لە 196 بەهای خۆی لەدەستداوە بەرامبەر بە دۆلار. هەر بەپێی داتای گرتوەکان ئەوانەی لە ژێرهێڵی هەژاریدا دەژین تا ساڵی 2019 ڕێژەیان تەنها لە 108 بوو، بەڵام لە ساڵی 2020 بەرز بوویەوە بۆ لە 136. لە ساڵی 2021 ڕێژەکە بوو بە زیاتر لە 2 هێندە تا گەیشتە 178. حکوومەت و لایەنە پەیوەندیدارەکان هەوڵیاندا تاوەکو ڕێژەی هەژاری لەوە زیاتر هەڵنەکشێ، بەڵام هەر بەپێی داتای نەتەوەی گرتوەکان لە ساڵی 2022 ئەوانەی لە ژێرهێڵی هەژاریدا دەژین لە لوبنان ڕێژەیان گەیشتۆتە لە 180. ململانەی سیاسی خراپی دۆخی دارایی و تەندروستی و ژینگەیی لە لوبنان کارێکی کردووە کە لە 160 خەڵکی ئەم وڵاتە خەون با بەجێهێشتنی وڵاتەکەیانەوە ببینن. إذا واحد عنده عائلة بده يشتري منقوشة قبل كان يشتريها ب1000 ليرة، هلا صار بيشتريها ب30,000 ليرة. وضع زفت من تحت راس كل السياسيين وكل اللي استلموا البلد من 30 سنة لليوم، حرقوا دينه للبلد، مصوا مص للبلد، ما تركوا ليرة فيه. كل واحد قاعد على كرسي من الستينات لليوم، من الاستقلال لليوم، كل واحد استلم وكل واحد كان بمسؤولية سرق بهالبلد، كلهم سرقوا، كلهم، ما تشيل واحد. والجوع والعوز كتير صعب، ولكن اللي بخوف أكتر شيء هو الحرب. وبلبنان بعد ما في حرب لسبب وحيد، ما حدا عنده مصلحة يكون في حرب. ولكن نحن اللبنانيين نعرف كتير منيح إنه بأي لحظة أي جهة دولية ولا إقليمية بيصير عندها مصلحة تعمل حرب، بتبعت سلاح، بتبعت فلوس، تاني يوم تندلع الحرب، ما في شي بيمنعها. وهيدا يلي بخوفنا، بخوف اللبنانيين على مستقبلهم. بس لأنه ما حدا له مصلحة، ويمكن لأنه ما في فلوس
ليعملوا حرب. لایەنە سیاسیەکان یەکتر تۆمەتبار دەکەن لە خراپبوونی دۆخی دارایی و ئابووری لوبنان. دەستێوەردانی دەرەکیش بەڕوونی هەستی پێدەکرێت، بەڵام ئەوەی کە باجەکەی دەدات تەنها خەڵکی هەژارە. علينا أن نحمل مسؤولية مباشرة لمن يرتضي أن يكون في السلطة ويمارس السلطة دون أن يتحمل مسؤولياته. هذا بالمنطق السياسي. بالمنطق العملي لا يمكن ضبط حدود مع سوريا طالما حزب الله ليس تحت سيطرة الشرعية اللبنانية والمؤسسات الشرعية، وطالما هو يمكنه أن يكون لديه قراراته بمعزل عن إجماع الشعب اللبناني وبمعزل عن المؤسسات الشرعية اللبنانية. لبنان أصبح خارج محيطه العربي، ونحن نعلم أننا السمكة التي تسبح في بحر المحيط العربي بالمعنى الاقتصادي. لبنان هو في وجه المجتمع الدولي ولعدة أسباب. أصبح لبنان يعتبر على المستوى الدولي وكأنه خارج عن القانون، ولذلك عدة أسباب منها تهريب المخدرات كالكابتيجون وغيرها، تحديدا عن طريق المطار كانت تحصل هذه المسائل. ونحن نعرف أنه تم الاعتراض لأكثر من شحنة باتجاه السعودية، باتجاه إيطاليا وغيرها من الدول. لە ئۆکتۆبەری 2019 خەڵکی لوبنان لە گۆڕەپانی شەهیدان خۆپیشاندانیان ئەنجامدا بۆ ڕێگرتن لە داڕوخانی ئابووری وڵاتەکەیان. بەڵام وەکو خۆیان دەڵێن حکومەت بە ئاگر و ئاسن وەڵامی دانەوە. ئێستاش ئامادە نییە بەرپرسیارەتی دۆخەکە لە ئەستۆ بگرێت. خونونا وعملونا عملاء للسفارات. نحن كنا مواطنين عم نقول انه لا يمكن انه يكمل هذا الوضع، انه الوضع كتير بخوف وما بيقدر يكمل. تركت التعليم بالجامعة، تركت الكتابة، تركت رواية كنت بنصها رح تخلص، لأني حسيت إنه واجباتي نبه إنه في خطر الانهيار وأعمل شيء. ولكن بعد سنتين شفت إنه ما في آلية للتغيير بلبنان. أنا مش بس كمواطنة لبنانية، أنا كمفكرة، كصحفية، كروائية، عندي شعور بالفشل والإحباط، لأنه شفت الكارثة وما قدرت أعمل شيء. محەممەد شوقەیری پێشووتر وەزیری پەیوەندیەکان بوو لە حکوومەتەکەی سەعەد حەریری لە سەربڕیارێکی وەزارەتەکەی خۆپیشاندان لە لوبنان دەستی پێکرد، کاتێک لە ساڵی 2019 داوای کرد باز بخرێتە سەروەتس ئاپ. ئەگەرچیەوە هۆکاری سەرەکی خۆپیشاندانەکان نەبوو، بەڵام بڕیارەکە ئاگری لە سەدان کێشەی کەڵەکەبووی لوبنان بەردا و دوجار حکومەتەکەی حەریری ناچار بەدەست لە کارکێشانەوە کرد. لبنان مرقنا بآخر 3 سنين ب3 أزمات كبار. أول شيء الانهيار المالي اللي صار، ثاني شيء جائحة كورونا، وثالث شيء انفجار مرفأ بيروت، يلي من هون بتقدر تشوف أنت حجم إذا بدك هالكارثة الوطنية يلي صارت. ما في شك أنه بسنة 22 الوضع الاقتصادي أحسن بكتير من سنة 21.
یەکێک لە گەورەترین کێشەکانی ئێستای لوبنان هەڵبژاردننی سەرۆک کۆمارە کە بۆتە ڕێگر لە پێش پێکهێنانی حکوومەتی نوێ هۆکارەکەی ڕوون و ئاشکرایە کە ململانەی نێوان لایەنە سیاسیەکان و دەستێوەردانی دەرەچیە. طول عمره أكون واضح معك، المطبخ لانتخاب رئيس جمهورية منه بلبنان، هو بالخارج. خلينا نكون واقعيين، وقت ما بتستوي الطبخة في الخارج ينتخب رئيس جمهورية هون. بتاريخ لبنان هلأ وقبل الحرب ما في غير رئيس جمهورية سليمان فرنجي انتخب في الداخل، ويومتها ربح على صوت واحد بمجلس النواب. أما كل رؤساء الجمهورية كانت طبخة تصير برات لبنان. هذا المكان كان واجهة بيروت البحرية، جمال واقتصاد. كان هذا الشريان الحيوي لاقتصاد بيروت ولبنان وكل لبنان. اليوم تحول إلى خراب. هذا البلد اليوم عايش على التهريب والتزوير والكذب والسرقة. یەکێک لە هۆکارەکانی داڕوخانی ئابووری لوبنان تەقینەوەی ئەم بەندەرە بوو لە ئابی 2020. لەو ڕووداوەدا 219 کەس گیانیان لەدەستدا. تا ئێستا هیچ کەس وەک لایەنی ئەنجامدەر یاخود کەمتەرخەم سزا نەدراوە. ئەوەی کە کراوە تەنها هەڵواسینی وێنەی قوربانیەکانە لەسەر دیواری بەندەرەکە. هيدي ألكسندرا نجار، هالطفلة الثائرة الصغيرة كنا نسميها، يلي كانت تجي على ساحة الشهداء مع بيا على كتاف بيا وتحمل العلم اللبناني وتقول كلهم يعني كلهم. برأيي انفجار مرفأ بيروت هو كان النقطة يلي فوضت كاس الانهيار. كان البلد منهار وعم ينهار أكثر، ولكن بهالجريمة استكملنا الدمار والانهيار. الجريمة الكبرى هي توقف هذا المرفق الحيوي. يعني هلأ الشغل فيه يمكن 5% أو 10% أو أقل مما كان. کێشەی دارایی لوبنان یەکێکە لە سەختترین قەیرانەکانی جیهان. ئێستا لایەنە سیاسیەکان چاویان لە بانکی نێودەوڵەتیە تاوەکو هاوکاری لوبنان بکە بۆ دەربازبوون لەو قەیرانە. بەڵام بانکی نێودەوڵەتی چەند مەرجێکی خستۆتە ڕوو بۆ پێدانی قەرز و هاوکاریکردنی دارایی لوبنان. سەرەکی ترینیان چاکسازی و داڕشنەوەی کەرتی بانکی ناوخۆییە. بەدەر لەوە کە هاوکاری و قەرز پێویستی بە پێکهێنانی حکوومەتی نوێیە تاوەکو بانکی نێودەوڵەتی بە شێوەیەکی فەرمی مامەڵەی لەگەڵدا بکات. وەزیری پێشوو ڕاوێژکاری ئێستای سەرۆکوەزیرانی لوبنانە دام بەوە دادەنێت کە لایەنە سیاسیەکان بەشێکن لە قەیرانەکان و دەربازبوون لەو دۆخەی ئێستا ئاسان نییە. الحياة السياسية في لبنان معقدة، والحياة السياسية في لبنان ليست بأبيض وأسود، هي نوعا ما في عدة ألوان، ويجب أن يتم التوافق بين كافة هذه المواقع السياسية من أجل إبراز اتفاق على المشاريع القوانين. عدم سهولة العمل السياسي في لبنان كان هو أحد الأسباب التي أدت إلى هذا الشرخ اللي احنا واقعين فيه. القروض نحن اكتفينا قروض، يعني ما اكتفينا، ولكن نحن بحاجة للقروض حاليا، بس بنتأمل انه نرجع نعمل قروض استثمارية وليس قروض استهلاكية. نحن يلي أدى فينا إلى ما نحن فيه انه الأموال التي صرفت كانت كلها على الاستهلاك وليس على الاستثمار. بەشێک لە خەڵکی لوبنان بەرپرسیارەتی دۆخی وڵاتەکەیان دەخەنە ئەستۆی
حیزب الله بسم الله الرحمن الرحیم بەهۆی نزیکی لە حکوومەتی ئێران و بەشداریکردنی لە شەڕی سووریا. وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا چەندین جار سزای ئابووری خستۆتە سەر بەرپرسان و پەرلەمانتارانی ئەو حیزبە. ئەمە جگەلەوەی کە بەشێکی دیکەی بەرپرسانیان خراوەتە لیستی ڕەشی هەمان وەزارەتەوە. سەرباری ئەوە لایەنگرانی حیزب الله ئەمریکا تۆمەتبار دەکەن با دەستێوەردان و خراپبوونی دۆخی دارایی وڵاتەکەیان. هن عندهم مشكلة بموضوع سلاح حزب الله اللي هن عم بينادوا بينزعوا، وهذا اللي ولا ممكن يصير. هن يتركونا ونحن مندبر امورنا، نحن ما بدنا دولة تزلنا لتعطينا مليار ولا نص مليار، نحن قادرين بالنفط اللي عندنا بالبحر بهمة حزب الله. النفط ان شاء الله لبنان اخذ الحصة تبعه وترسمت الحدود، غير هيك انا ما بعترف بشيء ثاني. اي بلد تدخلت فيها امريكا من سنة 2000 لليوم فيها مشاكل. الناس بتقول اي بلد دخلت فيها ايران، هو مش مزبوط هذا الكلام. اي بلد تدخلت فيه امريكا من العراق لليمن لسوريا، اي بلد تدخل فيها امريكا، فنزويلا، فيتنام، اي بلد، كوريا تدخل فيها امريكا بتخرب، ما خص ايران. ايران مع المستضعفين، ايران بتساعد الشعوب مش ضد الشعوب. امريكا ضد الشعوب، وامريكا بتدعي الديمقراطية وهي صفر ديمقراطية. هيدا وسط بيروت، أنا بسميه قلب بيروت. صار في حملة إعادة إعمار لبيروت باستثناء هذا المبنى يلي خليناه ذكرى للحرب يلي استمرت 15 سنة، الحرب الأهلية. هذه الساحات وسط بيروت كانت ساحة حرب وخطوط تماس. خمسة سنة من الحرب الأهلية انتهت بمئات الآلاف من القتلى والمعاقين والجرحى والدمار. انتهت باتفاق الطائف يلي جمع المتقاتلين واتفقوا على صيغة للسلام لم يطبق منها أي شيء. المشكلة كانت إنه يلي عادوا إلى الحكم هن أمراء الحرب، هن نفسهم يلي عملوا الحرب 15 سنة حكموا الدولة من 96 مع بعض الوجوه الجديدة. يعني مش نحن عم نقرر، إيران بتقرر، فرنسا، إسرائيل، أمريكا، حزب الله، مش اللبنانيين ولا البرلمان هن اللي بيقرروا. مشان هيك أنا حسيت إنه ما بيستحق، ما في قضية بتستحق إنه موت كرمالها. دولة من دون سيادة، الدولة حدود، نحن حدودنا مشرعة جنوبا لإسرائيل وشمالا وشرقا لسوريا.